عايزه اسالك سؤال. او انت ليه شايفه نفسك قليله؟ سؤال يعني يستحق التامل شويه. تعرفي بقى ان اللي بتسالك دي هي كانت في يوم من الايام شايفه نفسها كده. ما تشوفيش نفسك قليله قدام حد. عارفه ليه؟ هتلاقي الناس ما بتقدركيش. هتلاقي لما انت تتنازلي عن حقوقك المفروض تكون من حقك اصلا كبنت تاخديها، هي كتير عليكي. هتلاقي الناس ما بتقدركيش. هتلاقي الناس بتتهاون في حقك كتير قوي. الناس اللي حواليكي سواء اصدقاء، حبايب، اهل، زمايل في الشغل، اي حاجة، هيقولك عادي، ما بتسكت على حقها. حد غلط فيها فسكتت، عادي، دي مهزأة. مش هيقولوا مثلا هي محترمة او اتحرجت تكسف اللي قدامها مثلا وتردله الاساءة بالاساءة. لا، للأسف هتتفهمي غلط. لازم تقدري نفسك، ولازم تشوفي نفسك غالية، لان انت فعلا كده ربنا سبحانه وتعالى كرمك، والرسول صلى الله عليه وسلم، قولي صلى الله عليه وسلم، وصى عليكي رفقا بالقوارير. فمعنى ان شخص ملوش لازمة ما حسش قيمتك وما قدركيش، ده مش معناه ان انت قليلة. لا، انت غالية، وغالية قوي كمان، بس هو اللي اعمى البصر والبصيرة. مش معنى ان حد غلط فيكي يبقى انت كده حاجة قليلة. لا، هو بيشوفك من وجهة نظره، بمنظوره، هو حر في رأيه. انت حر في رأيك، انت قلت عليا كذا وكذا وكذا، بس انا عارفة نفسي على ايه. انما بقى تيجي تقولي ايه ده، هو انا فعلا كده، هو انا مش عارفة ايه، طب انت شايفني كده ليه؟ ما تديش فرصة لحد اصلا ان هو يقول رأيه فيكي. انت مين اصلا؟ ما دمتي واثقة في نفسك، ما دمتي بتشتغلي على نفسك كويس، ما دمتي بتعاملي ربنا سبحانه وتعالى بما يرضي الله، ما بتظلميش حد، ما بتأذيش حد، خلاص شكرا، ملكش انك تقول رأيك فيا. انت فاهمة؟ قدري قيمة نفسك كويس، عشان طول ما الناس شايفين ان انت مقدرة نفسك وشايفة قيمتك عالية، هم كمان هيقدروكي بنفس القيمة اللي انت شايفاها في نظرك. وما تعمليش ده اللي هو بتجربة، لأ، حسي ده بجد. طيب بقولك الرسول وصى عليكي، عايزة ايه تاني اكتر من كده؟ فاللي ما يقدرش قيمتك واللي يغلط فيكي، بالسلامة، ورا ظهرك. ما تديش لأي حد فرصة ان هو يهينك ولا يغلط فيكي ولا يتنازل عنك. ان ما تقدرتيش في العلاقة بتاعتك سواء ايا كانت العلاقة، انسحبي بهدوء، او حط لهم رولز ما يعدوهاش، ما يتخطوهاش. خط احمر كده ما يتخطوهوش. لا، انت غلطت فيا، ما اسمحلكش. قوليله فرصة، واتنين، التالتة شكرا مع السلامة. قدرتنيش وغلطت في حقي، يبقى مالكش وجود في حياتي، لاني انا قيمتي عالية. ما حسيتش انت قيمتي، فده غلط من عندك انت، ونقص من عندك انت، ومرض من عندك انت. لكن انا عارفة نفسي على ايه. وهتلاحظي هتلاقي كل الناس بتشكر فيكي، وكل اللي حواليكي بيشكر فيكي، الا الشخص المريض ده، الا الشخص النرجسي ده، عايز يحبطك وعايز يخليكي قليلة في نظر نفسك عشان يعقدك. ليه؟ عشان هو غيران منك، متغاظ منك، حاسس نفسه قليل وصغير قوي جنبك، فدايما بيحبط فيكي وبيأذي فيكي عشان خاطر يرفع استحقاقه. حاسس ان هو كده هيبقى عالي. مريض نفسي. انت ايه بقى اللي جبرك انك انت تعيشي مع ناس مرضى نفسيين؟ انت قلت رأيك، فانت براحتك، انت حر فيه، بس ده لا يمسني بشيء. عرفتي؟ قدري قيمة نفسك، واعرفي قيمة نفسك كويس قوي. ايا كان فيكي ايه، انت فيكي عيب مثلا، بلاش نقول عيب، مفيش بنت في الدنيا خلقها سبحانه وتعالى ربنا الا غير لما تكون هي جميلة، جميلة الروح، جميلة الادب، جميلة الخلقة. فمش معنى ان انتي مثلا حاسه ان مناخيرك كبيره، او صوتك خشن، او مثلا شعرك مش حلو، وكان انتي حسيتي ايه فيكي، ده مش معناه ان انتي وحشه. لا، هيجي اللي يحبك بكل ما فيكي، هيحبك بعيوبك، وهيحبك بميزاتك، وهيحبك بكل حاجه. ده الشخص اللي بيحب بجد. غير كده ما بيحبكيش، يبقى شكرا، انا اعيش ليه مع حد ما بيحبنيش؟ صديقه، زميله، حد من اهل ما قدرنيش، حبيب انا عايشه معاه وفاكره ان هو حبيب، وهو مش حبيب ولا حاجه، هو شخص نرجسي بيأذيني وخلاص عشان يطلع عقده ونقصه عليا. عرفتي؟ بس مش اكتر من كده، مش عايزه اطول عليكي. عايزه اقولك اخر حاجه، قدري
قيمة نفسك كويس، واشتغلي على نفسك، خدي كورسات، معكيش فلوس اتعلمي من اليوتيوب، شوفي هواية انت بتحبيها ونمي نفسك فيها وطوري من نفسك فيها، هتحسي نفسك اصلا واثقة في نفسك ويا ارض تهدي عليكي قدي. عرفتي؟ وكله بما يرضي الله، لا نأذي ولا نظلم ولا نجرح ولا نأذي حد، الا اذانا بالسلامة. ولو لازم الامر انك تردي عليه ردي عليه عشان تعرفي حدوده وما تخطيهاش تاني. خلاص ماشي يا كوكو، انتي عسولة، انتي يا قمر. السلام عليكم.